السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأعزاء، كنتمنى دائما تكونوا بأفضل الأحوال وانتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو. جمعة مباركة، عواشركم مباركة. اليوم النهار الأول في شعبان. ان شاء الله الله يوصلنا لسيدنا رمضان بالصحة والسلامة وطولة العمر ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي، بطبيعة الحال عارفين علاش غنهضر اليوم. اخواني اخواتي، تفاجئنا بخروج دنيا باطمة. خوتي تفاجئت، انا تصدمت، تسوكيت، والصحافة ما صورت لينا والو، وبقى فيا الحال، بقى فيا خوتي الحال. ايوا قلت شي كنا بغينا نشوفوها عافطه على الغربال، ايوا الساعه ما شفناهاش عافطه على الغربال. شوف اخوتي، غنهضروا واقعي. والبارح كنت طرقت لهذا الموضوع هذا وقلت لكم راه كاينه واحد اللعيبه كدار اللي هي بحال مسطره قانونيه كتكون ما بين السجين والمدير ديال السجن، اللي هي الصراح المقيد. وهذا الشيء هذا هو اللي دارته دنيا باطمه النهار اللي خرج طالوني. شوف اخوتي، انا ما عنديش مع طالوني، ولكن انا اللي غنقول لكم شي طالوني من يكتبها من الاخر راه عارف اشنو كتب. هو راه ما غاديش يجي ويكتبها، وبالاخص هو في هذيك الوقيته اللي هو داير البوز، يعني خاصو غير هو اللي يتجبد، غير هو اللي يتجبد. يعني واحد الانسان داير البوز كيقول بانه هو صافي ما بقاش حقه مثلي، باغي يرجع يولي ذكر بحالو بحال الذكوره. المهم اخوتي، السيد في ديك البريود هو طلع وكتب وقال ان طان دنيا باطمة على سلامتك وراه شتها وهذه وهذه وهذه. ديك الوقيته اخوتي خرجات بالصراح المقيد، اللي من حق اي سجين الا كان ما عندوش واحد المده سجنيه طويله من حقه انه يدفع هذا الضموند هذا المدير ديال السجن، وإلا كان كيشوفوا من الناحيه الاخلاقيه، من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الصحيه. يعني السيده خرجت شحال هذه؟ انا والله اخوتي تخرج دابا، خرجت قبل، خرجت من بعد، خرجت شحال هذه، انا ما تيهمنيش. المهم انه راه دوزات، مهم دخلت للسجن، راه دوزات واحد العقوبه اللي بطبيعه الحال القضاء حكم بها، حتى هي بانت بحالها بحال جميع المواطنين. اليوم الصحافه كتفاجئ انه ما كاين حتى شي حاجه، ان قال لك حق السيده خرجت مع 6 الصباح. واش دابا خوتي، واش هادو كيضحكوا على عباد الله؟ واش نتوما كتصحابنا حمير؟ واش حنا ما كان بعد اول حاجه ما كاينش شي سجين كيخرج مع 6 الصباح. هذه اول حاجه. علاش؟ انا غنشرحها لكم اخوتي بالخشيبات. الناس ديال الليل كيكونوا بيرمانونس، يعني الخدامه اللي تيكونوا داخل السجن يعني كيتسموا بيرمانونس، يعني اي واحد خاصو يخرج حتى يدوز عند المدير ديال السجن، والمدير ديال السجن كيوقع اللي كيكون الخروج. يعني كيكون الاغلبيه في الصباح ولا في الليل، يعني مع ديك 8 9 7. ولكن باش يقول لك انه لا راه حقه خرجت مع 6 الصباح، ما تبقاوش تستحمروا الناس. راه قلت لكم انه انا راه خوتي راه قلتها لكم، ولكن انا بغيت نحكر على انه راه السيده راه خرجت شحال هادي، وانكم بلا ما تسناو الناس اللي كيقولوا حقا راه حنا براسنا، حنا ما مسوقينش ليها، حنا راه اللي كان كيهمنا راه هو انها تدوز العقوبه. ولكن هذا غير تصحيح للراي العام، والناس المتابعين، ان السيده راه خرجات بالصراح المقيد. وفي هذيك الوقيته اللي كان قالها طالوني ما يمكنش هو داير ديك الساعه البوز وغادي يجي وغيكتب داك السطوره، حيت هو بغى غيدير البوز، غيديروا به هوايه، ماشي غيديروا بدنيا باطمه. هو هذيك اصلا ديك الوقيته ما محتاجش انه هو يدير البوز، لانه هو اصلا كان داير البوز، هو القناه البي بي سي ولا ما عرفت شناهي وطلع فيها. يعني السيد راه مني قالها راه كان كلام صحيح. السيده خرجت وهذا ماشي عيب، بغات حتى هي ترتاح، بغات حتى هي تجدد حياتها، لان خاص الانسان ماشي خاصو يومين ولا 3 ايام باش يرجع، راه بنادم راه خاصو واحد الشهر. واحد حنا دابا حنا اللي الناس بالخصوص الناس اللي كتكون عايشه في خارج المغرب، يلا حنا عايشين، ولكن راه ملي كتدخلي شو غير ملي كتدخل لبلادك راك بعدا خاصك واحد يومين 3 ايام يلا كتبدا تفور مع طمحه. يعني حاجه عاديه. السيده باغا واحد الشهير بعدا فين ترتاح، فين دير دي غوتوش، فين تقاد الحاله باش تطلع بطبيعه الحال للجمهور ديالها باحسن حله.
ما عرفتش انا علاش كتقلقكم هضرتي، والله ما عرفت. دابا نتوما القروضه، دابا علاش كتقلقكم هضره؟ نتوما كتخلوني نقول لكم قروضه، وراني ترى قروضه. ما كتخليونا. غنبقاو كل مره نصحوا لكم. صافي السيده خرجت بصراح مقيد. الله يسهل عليها، والله الا كنقولها من القلب. يا الله، انا ما حقدش على باطمه. انا بغيت انه يطبق القانون بحالها بحال اي مواطن مغربي فقط. السيده خدات صراح مقيد، خرجت. قال لك شفتي فيلا حقه، علاش ما خرجتش بحال الناس، وعلاش ما تخرجش بحال المواطنين. السيده من حقها، ما بغاتش تصور، ما بغاش الناس يشوفوها في ديك الحاله. من حقها. السيده دارت واحد القانون، مشات في مسطره قانونيه، خرجت بطريقه قانونيه، الله يسهل عليها. ولكن باش تكذبوا على عباد الله وتقولوا حقه راه خرجت مع 6 الصباح، حقه من هنا حقه من هنا، الهضره ما كايناش اخوتي. الناس ديال اللي كيكونوا بيرمانونس، وضروري خاص المدير ديال السجن خاصو انه يدخل، وبطبيعه الحال غادي يشوف الناس اللي غادي يخرجوا كيسيني، اللي كيعطي الامر بالخروج، كيف ما كان دارت الاخت ديالها. خرجت يعني مع ديك العشرة بحال. باش يقول لك لا راه خرجت مع 6 الصباح، ما تكذبوش على المتابعين. راه اصلا راه ماشي عيب، راه انا ما عرفتكمش علاش خبيتوها. راه ملي خرج طالوني قالها، طلعوا اكدوا الخبر، قول لهم راه خرجت، ولكن راه الانسانه باغا ترتاح. واش شنو دابا شنو دابا زعما غيكون شي تغيير؟ ولكن بالعكس غتكون واحد الصراحه للجمهور بان راه حنا راه ما غاديش نخليوكم نتوما حايرين، ولا نخليكم نتوما. بالعكس هذاك راه احترام للجمهور ديالك. انا هادشي كنقولو ماشي كنلاقي الميش، ولكن انا حياديه دابا في هاد الساعه خوتي. انا دابا حياديه، يعني طرا شي حاجه راه انا غادي نعطي الراي ديالي بحال اي واحد. قال لك لا، كاين الناس اللي قال لك رحاب لا عطيتو اهميه بزاف لهاد الخروج ديالها، ولا لا خوتي ماشي يعطينا اهميه، غير ما كتبغيش الكذوب والتحرميات والضحك على الذقون. كاينه شي حاجه خاصنا نوضحوها. جبت لكم واحد الحاجه اللي بطبيعه الحال اللي هي قانونيه، وكيمكن لاي سجين انه يديرها. وتقدر هاد الرساله اللي انا قلتها، يقدر شي واحد كيتفرج فيا عنده تا هو مسكين شي حد في السجن عنده مده قصيره، اخلاقه مزيانين، عنده مشاكل اجتماعيه، مشاكل صحيه، عنده الحق انه يستافد من هاد السراح المقيد. يقدر انه يقول هذاك السجين اللي من العائله ديالو وتا هو ياخذ فكره. كاين الناس اللي ما عارفيناش، تقدر هذا تا هي يكون في هذا الفيديو يكون فيه واحد المنفعه، لكن ماشي للناس كلهم، ولكن كاين اللي غتكون فيه واحد الفئه ديال الناس اللي تاهي عندها عائلتها في السجن. راه حتى الناس اللي كتكون عندهم المده طويله من 10 سنوات الفوق كيقدروا يستافدوا من داك السبت والحد. الا كانت الاخلاق ديالهم مزيانه، ولا كان السلوك تما ديالهم مزيان، كيستافدوا حتى هما من هذاك السبت والحد ديال ديك المده كامله اللي دوزو، تما يقدروا يخرجوا قبل من المده السجنيه اللي عندهم. يعني كان يعني فيه حتى كيف ما كنقولوا واحد الحاجه اللي غادي يستافدوا منها واحد الفئه ديال الناس. راه بطبيعه الحال هنا راه كيتفرج فينا الناس يعني على اشكالها، وكل واحد كاين اللي مسكين، كل واحد كاين اللي عنده مشاكل، كل واحد واشنو عنده. فهذه يعني نقطه اللي بطبيعه الحال بغيت نوصلها للمتابعين ديالي والناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو. فاذا اخواني اخواتي، على سلامتها، ان شاء الله تكون اخر الاحزان. وبطبيعه الحال راه السجن هو تهذيب، انسان كيتعلم من الاغلاط ديالو. كنتمنى انها تتعلم من الاغلاط ديالها، كنتمنى انها تبدا حياه جديده، واخا على حسب علمي انها عندها مشاكل وكاين مفاجات غادي نقولهم لكم اخوتي، ولكن خلي ماشي دابا. المهم غادي ندير فيديو غادي نشرح لكم القضيه ديال القطريين، غنشرح لكم بتفاصيلها. المهم الله يدير ليها شي تاويل ديال الخير. انا اللي غنقول لك ادونيا، كنتمنى انك تتعلمي من هذا الشيء اللي طرالك، تاخدي منه درس وتاخدي منه عبره لحياتك، وتحاولي انك تغيري من الداخل ديالك، تغيري من الداخل ديالك. راه ماشي عيب، ولكن الله يدير لك شي تاويل ديال الخير في القضيه ديال القطريين، لان القضيه عندك صعيبه. انا ما فهمتش علاش تحطيتي في هذا الغلط هذا، مع انه ديك الوقت كانوا دايرين بك محاميين. كان عندك الاستاذ بوعشرين الله يرحمه، كان واقيلا باقي معك حتى المحامي الابراهيمي. يعني على الاقل كان عليك انك تستشري من الناحيه القانونيه
باش ما تطيحيش في واحد الموقف اللي صعيب وصعيب اخوتي بزاف. يعني انا هادشي انا ماشي كنقول هادشي انا حيت باغا فيها الخدمه، ولكن لا بالعكس انا انسان صافي دوز واحد العقوبه ديالو، صافي طبق عليه القانون بحال اي مواطن مغربي راه. ولكن للاسف الشديد انك طحتي في واحد المشكل كبير، والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. وهاد الخطره ما تقوليش الناس راه مؤامره، درتيها بايدك، واي حاجه كطرالك راه كديريها بايدك. علاش الانسان خاصو فين ما يخطي شي خطوه يضرب ليها 100 حساب؟ شوفوا خوتي ما تسينيوش على اي ورقه، ماشي اللي جا يضحك عليكم، ماشي اللي جا يضحك عليكم. بغيت نسيني على اي ورقه يكون معايا محامي، نكون عارف القانون، نكون عارف اللي عليا واللي ماشي عليا. رايك ناس بزاف راه كاين اللي في السجن راه داخل غا مصيد، راه النص في السجناء راه كاين اللي داخل غا مصيد، داخل على شي حاجه اللي هو اصلا ما دايرها وما ما عالم بها حتى شي حاجه. فالانسان ديما خوتي ماشي غير يجي ويبدا يوقع، ماشي غير يجي ويبدا يسيني، يعرف راسو علاش غيسيني وعلاش غيوقع، لان القانون لا يحمي المغفلين، القانون لا يحمي المغفلين. فاذا مره اخرى على سلامتك دنيا باطمه، تفرحي ببنياتك، وراه المهم راه عرفناك خرجتي شحال هادي وتقعدي الحاله وداكشي ماشي عيب. المهم اخواني اخواتي، ما تنسوناش باللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، البارطاج مع الاصدقاء والاحباب. خليت لكم الراحه ونهاركم مبروك، ونتلاقاو ان شاء الله في الليل.